السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصليح الساعات، ويا رب تكون الفيديوهات اللي بعملها بتعجبكم، ويا رب إن شاء الله، وشاكر لتعليقاتكم كلها، ويا رب عدد كبير جدا من محبي وهواة الساعات يستفيدوا منها. النهاردة هنتكلم عن حاجة سريعة جدا يا جماعة، مثلا هنستفيد بيها كلنا، حاجة مهمة جدا جدا. مثلا عندي اللي هو الحامل بتاع الساعة ده باظ ازاي؟ ان دي فكت من دي حديد، فك من حديد زي ما انت شايف كده. طيب نلحمه ازاي؟ احنا دلوقتي لو جينا نلحمه بالقصدير، انا حاولت الحمه بالقصدير اهو، لكن للاسف ما نفعش، لان طبعا بيبقى صعب، لازم تسخن درجة عالية جدا جدا. طيب في حل تاني يا جماعة بسيط جدا جدا. فاولا طبعا لازم نشيل القصدير اللي موجود هنا اهو، بحيث ايه يدينا فراغ نقدر نحط فيه. نضفه كويس قوي. طيب كده يبقى دي ايه، فضيت خالص اهي زي ما انت شايف، وده بقت ايه، تقدر تدخل مكان كبير هنا. طيب نعمل ايه؟ هنجيب حاجتين يا جماعه، حاجه اتعلمتها بصراحه من قناه استاذ محمد فرغالي، من القنوات كويسه جدا بصراحه، وبحبها جدا، وبتفيدنا بحاجات كتيره جدا، وهسيب لكم اللينك بتاعها برضو في الوصف ان شاء الله. واشكره جدا على فيديوهاته اللي بيعملها حقيقي يعني، وانسان يعني خلوق من كلامه، وانسان مهذب ومحترم يعني، وربنا يكرمه يا رب ويزيده علم على علم. هنعمل ايه؟ اولا هنجيب بيكربونات صوديوم، اللي هو هتقولي ايه هي البيكربونات؟ اللي البيكنج باودر اللي بيستخدموها امهاتنا واخواتنا في عمل الكيكه كل الحاجات اللي هي عشان تنفش كده في الدقيق والحاجات من دي. ونجيب امير، او اللي هنا طبعا اللوكتايد ده احسن حاجه طبعا في العالم كله يعني، ضمن بس ده جل بقى، او امير عادي اللي هو ليكويد عادي، بس الجل بيبقى اقوى. ليه؟ لان هو بيبقى بيديك فرصه انه يقعد فتره على الحاجه، بحيث تقدر تقلبه او تعمله. طب هنعمل ايه؟ هنجيب اهو شويه شويه صغيرين اهو من أهو من البيكنج باودر، او اللي هو بيكربونات الصوديوم اهي، زي ما انت شايف كده، حاجه بسيطه خالص اهو زي ما انت شايف. ونجيب الامير، نفتح علبه اهي ونحطه اهو، شايفه بينزل ازاي؟ حط عليه اهو، وبسرعه جدا يا جماعه هنقلبه، بحيث ان هو بيجمد بسرعه جدا. وهنبتدي نحط فيه الحديده دي بس كده، ونحط شويه بره هنا كده، وزي ما شايفين كده، ونحط شويه باودر عليها كده، ونسيبها كده لمدة 20 ثانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يا جماعة صلب صلب، لا يمكن تفك، خلاص مفيش حاجة يعني، جامدة جدا 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 يعني، حاجة فوق الروعة بصراحة. وبشكره جدا 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 على الفيديو اللي هو عمله محمد فرغلي ده، وفادني جدا جدا جدا. وانا بضيف عليها ان احنا نستخدم كوي عليها، ده من تجربتي الشخصية. نضيف عليها ونحط، سخن دي عليها جامد كده عشان يتفاعلوا مع بعض كويس جدا. انا شايف يا جماعة دي احسن طريقة تلحم بيها حديد في حديد بصراحة. يعني شكرا استاذ محمد فرغالي فعلا انه علمنا الحاجة دي، بس انا اضفت عليها التسخين ده. يا رب هو يوافق عليه كده. بس. سيبه شوية كده، ونبتدي نركبه في
المكان بتاعه. زق دي كده. طبعا بقت حاجة يعني جامدة، حديد حديد فعلا يعني. حاجة اهو نضيق كمان عشان نشوف. كل ما بتضيق طبعا القوة بتزيد اهو. يعني حاجة فوق الروعة بصراحة، فوق الروعة. وطبعا دي حاجة بسيطة يعني مهمة فعلا جدا جدا، حبيت اقولها لكم يعني. ومتنسوش يا جماعة تشتركوا في مجموعة عالم تصليح الساعات ان شاء الله، لان كلنا عايزين نتبادل رأي فيها ومشاكلنا نحلها، وكل محب الساعات وهواة الساعات يقولوا رأيهم في المشكلة اللي اي حد من زمايلنا بيتعرض ليها، واللي عنده علم يديه للتاني، وكلنا نستفيد من بعض. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. بشكركم واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ودي حاجة مهمة جدا بصراحة يعني. انا اتعلمتها فعلا، وكلنا بنفيد بعض يا جماعه، كلنا بنتعلم من بعض بس، وكل واحد له علم يديه للتاني يعني. مثلا زودت حكايه التسخين ده بيفرق كتير جدا جدا يعني. وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم ويفيدكم ان شاء الله، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو، وتنشروا الفيديو على اكبر قدر من الناس يستفيدوا بيه. وشكرا لكم وتحياتي لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.